السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. اهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناتي الحكاية بتقول ايه. لو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا لايك على الفيديو ده لو عجبكم، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. النهاردة هنتكلم عن موضوع بجد مهم جدا، موضوع كلنا بنعيشه يوميا تقريبا. عايزين نسأل نفسنا سؤال: هل الترندات اللي بنشوفها كل يوم دي مجرد موضة وخلاص، ولا ليها تأثير كبير في حياتنا؟ يعني الترندات دي بتخلينا نعمل حاجة مش مقتنعين بيها، ولا بتخلينا نجري ورا حاجة احنا أصلا مش فاهمينها؟ لو بصينا حوالينا هنلاقي ان الترندات دي بقت تتحكم في كل حاجة، لبسنا، كلامنا، حتى حاجات بناكلها او بنشربها. الناس كلها عايزة تمشي مع الموجة حتى لو الموجة دي ضد مبادئهم. تخيل كده، لو شفنا ترند ناس بتاكل اكل غريب بنقلده عشان نطلع كول. لو في رقصة جديدة طلعت بنعملها من غير ما نفكر حتى لو الترند ده مش شبهنا ومش شبه تربيتنا. هنا بقى في سؤال مهم جدا: ليه بنقلد اي حاجة؟ ليه بنسمح لحاجة زي الترند انها تتحكم فينا من غير ما نكون احنا نفسنا عارفين احنا مين؟ الترندات ساعات بتكون حاجة لذيذة، بس ساعات بتخدعنا، بتاخدنا من مبادئنا، من شخصيتنا، من اخلاقنا. يا ترى فاكرين ايام ما كان في ترندات ان الناس تصور فيديوهات وهما بيعملوا مقالب سخيفة في بعض؟ الناس ضحكت بس في ناس تانية اتأذت، وفي الاخر الترند اختفى، بس الذكريات الوحشة بتفضل. وساعات الترندات دي بتخلي الناس تعيش في وهم الشهرة بس تدفع ثمنه سمعة أو ضمير. عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا: قبل ما تقلد أي ترند اسأل نفسك، هو ده شبهك؟ هو ده فعلا بيعبر عنك، ولا مجرد محاولة إنك تواكب بيها المجتمع؟ إيه الرسالة اللي بتوصلها للناس اللي حواليك؟ الفكرة إنك دايما تبقى صادق مع نفسك، ما تمشيش ورا الترندات عشان بس الناس كلها بتعمل كده. خليك دايما فاكر ان الاخلاق والضمير اهم من اي موضة او شهرة لحظة. خليك فاكر الترندات بتيجي وتروح، بس قيمتك الحقيقية هي اللي بتفضل وتعيش. عايزة اعرف رأيكم، ايه رأيكم في الترندات اللي حوالينا؟ هل شايفين انها فعلا بتغير في شخصيتنا، ولا شايفين ان ممكن نمشي مع الترندات بس من غير ما نخسر نفسنا؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في الحلقة الجاية، وبس كده. كان معاكم ملك اسلام من قناة الحكاية بتقول ايه.